السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة لاب لايف. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن كل حاجة تخص صورة الدم الكاملة او تحليل السي بي سي. فلو مهتم تابع الفيديو للاخر. اولا يعني ايه سي بي سي؟ سي بي سي يعني كومبليت بلاد بيكتشر او كومبليت بلاد كاونت. طيب هل صورة الدم الكاملة بتقولك كل حاجة في الدم زي ما بعض الناس بتعتقد؟ لا، ما بتقولكش كل حاجة في الدم. اما بتقولك ايه؟ بتقولك 4 حاجات بس في الدم، والاربع حاجات دول بيشخصولك حاجات تانية كتير، فما تستهترش بيهم يعني. اول حاجة نسبة الهيموجلوبين، تاني حاجة كرات الدم البيضاء او الوايت بلاد سيلز، تالت حاجة نسبة كرات الدم الحمراء او الاربسيز، رابع حاجة الصفائح الدموية او البليتلت. هنتكلم عن كل واحدة من دول بالتفصيل بس قدام شوية في الفيديو. دلوقتي لازم تعرف ايه الاسئلة اللي انت لازم تسألها للمريض لما يجي المعمل. بعض الاخصائيين واللي انا شفتهم ويعني لما بيجوا يسحبوا المريض مثلا هيعمل تحليل سي بي سي يسألوا هما سؤالين: هل انت بتدوخ؟ هل شعرك بيقع؟ الاسئلة دي يعني مش هتفيدك قوي في الشغل. هتقولي ازاي؟ ما هو لما بلاقي مثلا النتيجة ابنورمال فبعرف ان هو عشان دايخ. لا، ما هو مش كل النتائج الابنورمال معناها ان المريض دايخ او معناها ان المريض علشان شعره بيقع. في اسئلة مهمة جدا جدا لازم تسألها المريض، والاخصائي او الدكتور اللي عنده ضمير هو اللي بيسأل الاسئلة دي علشان شغله يطلع صح. لكن اللي هو بيكبر دماغه ومش عايز يوجع دماغه ما بيسألش الاسئلة دي وبيعمل التحليل وخلاص. ايه الاسئلة بقى؟ اول حاجة تسأله اذا كان بياخد علاج كيماوي او اشعاعي. هتقولي ما ايه العلاقة؟ اقولك ما العلاقة ان العلاج الكيماوي او الاشعاعي بيخفض او بيقللك من نسبة كرات الدم البيضاء اللي عندك. تاني حاجة هتسأله اذا كان بياخد علاج للفيروسات ولا لا. تالت حاجة هتسأله اذا كان بياخد حديد او فيتامين. رابع حاجة هتسأله لو كان نقل دم في الفترة الاخيرة اللي هي اخر سنة، اخر 6 شهور. بعد كده تسأله اذا كان بياخد كورتيزول. هتقول لي ايه علاقة الكورتيزول بتحليل السي بي سي لا، بص، تحليل السي بي سي وعلاقة الكورتيزول بيه ان الكورتيزول بيعلي الصفائح الدموية، فانت بالتالي لما تلاقي عندك الصفائح الدموية كتير قوي ما تتفاجئش، تعرف ان هي حاجة نورمال علشان هو بياخد كورتيزول. تسأله اذا كان بياخد انتي بايوتيك اللي هو مضاد حيوي ولا لا. العلاقة برضه هقولك ما الانتي بايوتيك او المضاد الحيوي بيشتغل على تخفيض او تقليل نسبة كرات الدم البيضاء. هتسأله اذا كان في بقع زرقاء في الجسم. هتسأله اذا كان بياخد اي علاج لاي مرض عنده. طيب ايه بقى انواع الانيميا اللي عندي؟ قالك عندك كذا نوع من الانيميا. اول حاجة مايكروسيتيك انيميا او انيميا نقص الحديد. انيميا نقص الحديد دي عشان تتشخص لازم تتعمل ب3 تحاليل. ايه هما؟ السيرم ايرون، التي اي بي سي، الفيريتين. طيب السيرم ايرون وعرفناه، ايه التي اي بي سي والفيريتين ده؟ التي اي بي سي توتال ايرون بايندينج كاباسيتي او الحديد المتشبع، والفيريتين ده مخزون الحديد في الدم. هتقولي يعني ايه برضو؟ عايز تعرف طريقة الشغل؟ انزل في المعمل. انا هنا بقولك الحاجات النظرية لان مش هعرف هنا اقولك طريقة الشغل وبنحط كذا على كذا. عايز تعرف بنعمل ايه وطريقة الشغل يبقى تشتغل بايدك في المعمل. بعد كده مجموعة تحاليل الانيميا كبيرة الخلايا او الماكروسيتيك انيميا، دي بتكون ناتجة عن نقص حاجة من 2 او الحاجتين: فوليك اسيد وفيتامين بي 12. طيب بعد كده الهيموليتيك انيميا دي هنتكلم عليها كمان شوية. طيب النوع اللي معانا الفافيزم او انيميا الفول. انيميا الفول بتتشخص بتحليل اسمه جلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز، ويراعى يعني لازم ان ما يكونش التحليل ده يتعمل بعد نوبة تكسير مباشر للدم او للخلايا. ما ينفعش الخلايا تكون لسه مكسرة تعمل التحليل ده، هيديك فولس ريزلت. ما ينفعش هو يكون نقل دم في اخر 3 اسابيع وتعملوا التحليل ده، هيديك فولس ريزلت. لازم بعد اخر 3 اسابيع تعملوا التحليل. طيب التحليل بعد كده النوع الانيميا اللي معانا الثلاسيميا او انيميا البحر المتوسط. دي بتشخصها بتحليل اسمه هيموجلوبين الكتروفريسيس او التشخيص بالفصل الكهربائي للهيموجلوبين. طيب تحليل السكيل سيل انيميا ده بيتعمل ب يعني ايه اصلا سكيل سيل انيميا؟ دي انيميا الخلايا المنجليه.
ده بيتعمل بتحليل الهيموجلوبين الكتروفريسيس وتحليل السكيل سيل سيمير، وده بيكون طريقته فيلم وإديتا. برضو طريقة الشغل لما تنزل وتشتغل هتعرف طريقة شغل كل تحليل من دول. طيب فاكر الهيموليتيك انيميا اللي قلت لك هنقول عليها بعد شويه؟ ايه بقى التحليل اللي بتتعمل علشان تشخصها؟ اول حاجه الريتكس او نسبه الخلايا الشبكيه، تاني حاجه الجي 6 بي دي يعني جلوكوز 6 فوسفات ديهيدروجينيز، تالت حاجه تحليل الهيموجلوبين الكتروفريسيس او اللي هو انيميا البحر المتوسط، وتحليل السفيروسايتوزيس، وتحليل الاوتو اميونو هيموليتيك انيميا. كل التحاليل دي بتشخص لك الهيموليتيك انيميا. طيب مش احنا قلنا من شويه هنتكلم عن كل حاجه في الدم ونقول نبذه عنها؟ اولا بقى يعني ايه الار بي سيز او خلايا الدم الحمراء؟ دي بتكون خلايا قرصيه الشكل مقعره الوجهين زي ما احنا عارفين شكلها، بتحمل غازات بتنشأ منين؟ من بون مارو او النخاع العظام، بتتجدد كل 120 يوم وبتتكسر في الطحال بشكل اساسي او الليفر يعني، وبتذهب للعصارة الصفرية علشان ايه؟ تشارك في محتوياتها. لونها احمر ليه؟ علشان فيها مادة الهيموجلوبين. طب ايه هي مادة الهيموجلوبين؟ هيموجلوبين يعني بروتين وحديد. عددها تقريبا عند الرجل البالغ من 4.5 ل5.9 مليون خلية، وفي المرأة من 4 ل5.2 تقريبا مليون خلية. بتشيل ثاني اكسيد الكربون توديه للرئتين وبتستبدله بغاز الاكسجين. بعد كده البليتلت او الصفائح الدموية دي اجسام صغيرة جدا مفيهاش نواة وبتكون بيضاوية الشكل، موجودة في الدم. ليه؟ ايه فايدتها؟ علشان تعمل لك الجلطة لما يحصل جرح. فشوف بقى اهمية الصفائح الدموية، الحاجة الصغيرة جدا دي اهميتها ايه في جسمك. يعني لما يحصل جرح بدل ما الدم يقعد ينزل من جسمك هي بتعمل لك جلطة. فتأمل بقى في يعني ملكوت ربنا في جسمك بقى. تالت حاجة موجودة في الشخص الطبيعي، وزي ما قلنا ان هي وظيفتها ان هي ما تعملش نزيف. طيب بعد كده الوايت بلاد سيلز او خلايا الدم البيضاء هنتكلم عليها في فيديوهات جايه ان شاء الله. طيب اللوكيميا او سرطان الدم. سرطان الدم يعني ايه؟ يعني تكاثر سريع لخلايا الدم البيضاء اللي هي لسه متخلقه مش ناضجه، بتقف مرة واحدة وبتزيد زيادة مفرطة مرة واحدة في النخاع والدورة الدموية. عشان كده دي حاجة ابنورمال، يعني كرات الدم البيضاء عالية جدا، فدي حاجة ابنورمال. فتعرف ان في سرطان دم. هل بتشخصه بالسي بي سي بس؟ لا، قالك بتشخصه بثلاث حاجات: تحليل السي بي سي اللي هو اصلا موضوعنا، بعد كده بتسحب سائل النخاع العظمي وعينة من النخاع العظمي. طيب انواع الهيموجلوبين في جسم الانسان ايه؟ هيموجلوبين A وهيموجلوبين A2 وهيموجلوبين F. اللي يخصنا في كل ده او المهم في كل ده هيموجلوبين F، ده اللي هو الهيموجلوبين الجنيني. لما بيرتفع في الشخص البالغ عن المعدل الطبيعي ده دلالة ان فيه مرض الثلاسيميا او انيميا البحر المتوسط. طيب بتعرف انواع الهيموجلوبين ده ازاي؟ بتعرفه بتحليل الهيموجلوبين الكتروفريسيس. بس كده، ده كان بالنسبة لفيديو النهاردة. اتمنى ان يكون فيديو مفيد وفي استفادة. اتمنى ان يكون سرعة الكلام برضو كويسة مش سريعة قوي. ولو استفدت ما تنساش تدعينا دعوة حلوة. ووصلنا لفقرة القوت، والقوت بتاع النهاردة مقولة بتقول: من أراد القمة فليرفع الهمة، فما وصل أحد إلى مبتغاه وهو هائم يمشي على وهي. يعني إيه؟ أنت عايز توصل لحاجة تعمل 3 حاجات: لازم تبذل مجهود، لازم ترفع الهمة، لازم تخالف الهوى. هتعمل ال3 حاجات دول هتوصل، بس مش لازم توصل للي انت عايزه، هتوصل للي ربنا شايفه ان هو ده الخير ليك، لان ممكن اللي انت عايزه ده يكون شر ليك اصلا، فانت يعني ما تعرفش. مهم ان انت تسعى، يعني لا تكف عن السعي. ما تبطلش اجتهاد، ما تبطلش انك تحاول، علشان الندم بيكون صعب جدا انك كان قدامك الفرصة انك تعمل حاجة وانت ما عملتهاش. فبس كده، ده كان فيديو النهاردة. اتمنى ان الشرح كان مفيد، التجديد اللي حصل في الفيديو ده كان حلو كده واستفدته وكان ممتع في نفس الوقت.
لو استفدت ما تنسيش تدعيلي دعوة حلوة، وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.